خلي بالك عشان غيرك كتير وقع في الفخ ده، فخ العلاقة مع الذكر تحديدا. كطبيعة أنثوية حقيقية تحب تكون تحت سيطرة رجل حقيقي وتسلم له بحب وخضوع، ولكن استعجالك انك تدخلي وانت مش جاهزة ولا عارفة حدودك، اللي هو لحد هنا ستوب، انا عارفة نفسي كويس، لو وصلت اكتر من كده هغرس وهطلع بصعوبة. فليه تحط نفسك في الخانة دي؟ احنا بنحط نفسنا بايدينا للهلاك حقيقي. حقيقي. ذاكرتك العاطفية مش بتنسى كل راجل بيدخل في حياتك وتسمحي له مساحات معينة، بيعلم معاكي، بيحط علامة مش بتنسيها، وكل بقى أنثى حسب جوعها وألمها وكلاكحها وعوامل كتير بتحدد درجة خطورة دخولك علاقة مع الذكر بدون حسبان. احنا عندنا فرامل حتى لو كنا كائنات عاطفية، عندنا قيم حتى لو مشاعرنا اللي بتسوقنا، عندنا تحكم نفسي قوي حتى لو احنا عاطفيين. من صديقة هتصدق القول معاكي، من علامات الخطورة والإنذار الأحمر مشاعرك الفياضة، مشاعرك الفياضة اللي مش مبنية على شيء حقيقي، ولسه ما لمستيش أشياء من هذا الذكر يستاهل عليها المشاعر دي. أوقات بتصبنا حالة كده مع شخص أصلا ما نعرفهوش ومنسميه حب من أول نظرة ودخل قلبي من أول لقاء وأشياء من هذا القبيل. اعرفي إن هذا هو الخازوق. خازوق. المشاعر هنا رسالتها إنها بتنبهك إن هذا الشخص استفز شيء جواكي، محتاجة تراقبي مشاعرك وتفهميها. ومن هنا أنا شخصيا ابتديت رحلة التعرف على نفسي. مشاعرك بتحكيلك حاجات مخفية عنك وذكريات مضت ونسيتيها، لكنها حية جواكي وبتستدل عليها من مشاعرك. فالكارثة هنا إن احنا لبسنا هذا الشعور المنجرف الفياض الملهلب حب من أول نظرة، هوانا اللي سماه. يا صديقتي، دخولك أي علاقة مع أي شخص يحتم عليكي إن انتي أولا تفهمي نفسك كويس وحدودك، ومهم جدا حط مليون خط إن يكون في مساحة أمان بينك وبين نفسك، مساحة أمان بينك وبين نفسك، منها بتشحني نفسك وتحبي نفسك بصدق، مساحة تتقبلي عوراتك وضعفك عشان ما تبقيش عبدة الإنسان، انت قيمة وبتحترمي نفسك. أكلنا مش في إيد بني آدم. حقيقي من تجربة شخصية، كل المشاعر اللي تعرفيها وما تعرفيهاش والأحاسيس اللي تحبي تشعري بيها جواكي، أصلها جواكي في نفسك. احنا بنحمل نفسنا ونبص برا، هنا بتبدأ المعاناة، وده سبب أساسي للألم اللي بنشهده في علاقات حوالينا. مفيش أصالة وحقيقة، كله زيف وأنا هاخد إيه، لأننا ما بنحترمش نفسنا وحطيناها تحت رجلينا وبنرجع نلوم الطرف الآخر إنه السبب. لا، أنت السبب، ولو ما كنتيش السبب فأنت المسؤولة مسؤولية كاملة إنك تطلعي نفسك وتبدأي تبنيها من الصفر. وهنا مرحلة مؤلمة، اللي هو بعد السنين دي كلها لسه هبدأ. بيتهيألك إن أنت بتبدأي من الصفر، بس أنت بتبدأي بخبرات وتجارب مرت عمرها ما هتبقى هباء لو صبرت عليها. لو صبرتي عليها مع محاولة فهم المغزى بحبه ومساحة أمان مع نفسك، طبعا بدون جلد ولوم، حقيقي هتوصلي. والله التجربة تستاهل. لما تبقي هناك وتعدي المرحلة الصعبة دي هترجع لورا وهتشكري نفسك. وهنا الحب الحقيقي الصادق اللي هيتقلك جوه نفسك ويديكي تحكم وقوة رهيبة. بصي، انت قدامك حلين، يا تفضلي مكانك في هذا الألم طول حياتك، يا إما تاخدي مسؤولية حياتك وتبدأيها من جديد. وما اعتقدش حد صادق مش هيوصل للحقيقة ومساحة سلام وأمان مع نفسه. وهنا هتشكري نفسك بصدق لأول مرة في حياتك، وهنا
ولادتك من جديد.